السكن في الغربة مش فندق ومش مكان للراحة بس، المفروض اللي عايشين فيه يكونوا ظهر وسند لبعض. الناس اللي سافرت تتعب وتكافح وتبني، مش تتبنى حد تاني على حساب نفسها. فلما تيجي تعيش معاهم ما تبقاش انت البلوى اللي نازلة عليهم من السماء. الناس بتشتغل وبتتحمل وبتحاول تخفف على بعض، مش ناقصها حد تقيل لا بيساعد ولا بيشارك ولا حتى بيحس. يبقى انت جاي تعمل ايه؟ جاي تتصدر في وشهم وهم شايلينك، عامل فيها مهندس شغل وهم بيزقوك، ماشي وسطهم كأنك ضيف شرف، لا دم ولا إحساس ولا مراعاة ولا كلمة تقدير حتى. هو أنت مستني الناس تسيب شغلها ومصالحها وتقعد تخدمك؟ طب سافرت ليه حضرتك؟ لو شايف إن الغربة معناها غيرك يشيل مسؤولياتك، فإحنا آسفين نقول لك أنت مش راجل. الرجولة مش بس في الشغل، الرجولة بالمشاركة، بالمراعاة، بالاحترام، انك تكون متحمل المسؤولية مش متدلع، انك تراعي ظروف اللي حواليك زي ما هم بيحاولوا يرعوك. ولو مش قد ده كله، لو مش قد وجع الغربة، لو مش ناوي تشيل زي ما بيتشال ليك، يبقى من الاول ما تسافرش.